بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة الباباكر اللص وتماف إيرين. القبض على الشيخ السلفي بهاء أحمد حسين العقاد بتهمة حيازة إنجيل. جلع العمي ولبس صليب خشب كبير وترك المنبر في المسجد وترك الإسلام ككل واعتنق المسيحي. من أجل انتشار الخدمة لايك وشير واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. هتكلم بلسان فضيلة الشيخ اللي ما بقاش الشيخ عشان التسهيل والتبسيط. كتير في مصر يعرفوا نزيل سجن ترى سابقا بتهمة محبة السلام. أنا كنت شيخ سلفي ودجني لحد ركبتي، وكل اللي كنت بحلم بيه هو السلام المبني على العدل وعلى الرحمة. ازاي اوصل للنتيجة دي وابسط الامور؟ روح بص في كتب المدرسة بتاعت ولادك، شوفهم بيدرسوا ايه، شوف المناهج اللي بيعلموها لهم شكلها ايه. وخصوصا اللغة العربية تحس انها قلبت على كتب دين فيها احاديث وفيها قرآن. مش غلط ان التلاميذ المسلمين يدرسوا الاحاديث والقرآن، لكن في كتاب الدين المخصص لك دي ما تبقاش الدنيا سلطة عايمة على بعضها. وأيضا يبقى الطالب المسيحي مجبر على دراسة الأحاديث والقرآن وهي لا تمت إليه بصلة لا ليه ولا لدين. ده بخلاف المغالطات اللي في كتب التاريخ والكتب الأخرى واللي بتتجاهل تماما فترة من حياة المصريين وهي التاريخ القبطي. ومش هكدب عليكم واجيبها لكم على بلاطة، كمان شوف المشايخ بيقولوا لك ايه سواء في المساجد او حتى في التلفزيون والميديا. تابع وبص وتيقن وانت بتشوف جرعات، هتلاقيها جرعات سامة. انا كنت من ضمن المسلمين اللي بيشربوها كل يوم. ابرز الامور واهمها واشهرها هو الدعاء على اليهود وعلى النصارى، ودايما بنعيب على اليهود انهم سالبين حق الغير وانهم يعني محتلين غازيين، ولكن احنا كمسلمين بننسى ونتجاهل ان احنا بنفتخر في كل كتب التراث وكتب الائمة القدام والكبار المعترف بهم في الازهر الشريف بالسلب والنهب والسبي، وبنستحل المال ونساء وارض غير المسلم. يبقى ايه الفرق بيني ما بينهم؟ كل المسلمين وانا كنت واحد منهم سابقا بنفتخر كمسلمين بالقوة وبحكم رسول الله بالإسلام. لما بيحكم على غير المسلم يا إما الإسلام يا إما الجزية يا إما الموت، ولك كامل الحرية في الاختيار. يا ترى هختار إيه؟ تختار إيه من التلاتة؟ اكتب لي في التعليقات. نسوا وتجاهلوا إن المسيح المؤمن بيقول ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. أيضا نقطة تانية نسيها كل مسلم: غازي وليس فاتح. وعلى أساس الموضوع زمان كان مصلحة للي ما يعرفش، منفعي جاي يقضيها عمرو بن العاص في مصر، ولما راح وجي لقي إن موضوع الإسلام هيجيب له مكاسب كبيرة، كان آخر همه إنه يدخل الناس الإسلام وما كانش ده هدفه خالص. لكن لقيه ماغي لقمة طرية وحلوة، أيوة فلوس سلطة قوة وجاه ومال وتحكمات. أيضا نسي وتناسى مع الزمن إن أهل الأرض وأصحابها هم المسيحيين. وهقول إيه؟ كذبوا الكذب وصدقوها وراحوا فاردين جلوحهم وعملوا روحهم أصحاب الأرض. لو تفتكروا اللي عنده يعني معلومة إن الأمريكان زمان بادوا الهنود الحمر لما دخلوا ضيوف عندهم وعملوا روحهم إنهم هيتضيفوا ويقعدوا شوي، دخلوا لهم بالحنجل والمنجل، عملوا مشاكل ما بينهم الحد ما خلصوا خالص نهائيا على الهنود الحمر. دلوقتي بيقولوا ايه؟ احنا اصحاب الارض، وهو ده اللي بيسعى اليه الناس دي دلوقت. ومش هقول دلوقت لكن هقول من يوم ما دخلوا الاراضي المصرية. لكن يقول اللي ينسي من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر. لأن على مر العصور عانى المسيحيين وخصوصا مسيحية مصر أمر الاضطهادات، وانتصر باسم الله القوي القدوس، وياما الكنيسة قدمت شهداء عن طيب خاطر وهم منورين في السماء، ولكن لسه الكنيسة منتصرة واقفة على رجليه ضد كل قوى الشر. أيضا لفت نظري أثناء رحلتي من الإسلام للمسيحية
اللي بيدرس في مدارس وجامعات الأزهر من تراث معيب للإنسانية والجماعات الإسلامية وكل أفعاله حول العالم اللا إنسانية في حق البشر. وتلاقيهم بيتقربوا لله بكل حاجة وحشة، بيتقربوا لله الله أكبر الله أكبر، وهم بيزهقوا أروح بريئة بينهبوا ما لذ وطاب، وبعد ما يسبوا نسائهم يكفروهم، وده كله بدافع التقرب لله. وبالله أكبر الله أكبر الله أكبر، يحيى الإسلام يحيى الرسول، أيضا فداك أبي وأمي يا رسول الله. التعمق والدراسة خلتني ودفعتني أنه أترك الإسلام عن قناعة تامة، وهنا قلبي مرتاح مطمئن. أما عني أنا بهاء الدين أحمد حسين العقاد، مسلم سابق مسيحي حاليا. أنا كنت سلفي إمام لأكتر من 20 سنة، ورايا مسلمين يامي بتسمع كلامي عمياني حرفيا بدون أي تفكير. أيضا كنت عضو في جماعة، والجماعة دي جماعة إسلامية أصولية اسمها دعوة تبليغ. كان هدف الجماعة دي إنها تبشر بنشاط وبهمة وبقوة لغير المسلمين، يعني على حد قولي زمان النصارى واليهود والملحدين. عايز أقول لكم كنا بنبشر جزء من المسلمين كنا شايفينه لأنه معتدل، إنه ماشي في الضلال والكفر. أنا كنت عبارة عن قائد مجتمعي مسلم على حق بيرد كل الضالين، وكنت إمام في أكبر مساجد الهرم في منطقة الجيزة، وكمان إمام بنين ما أحط رجلي ألاقي وضعي. وصلت عندي القناعة بالإسلام إني أصدرت كتاب اسمه الإسلام الدين، وكان بيستعرض المعتقدات والعقائد التقليدية للإسلام. لكني أصبت بخيبة أمل من الإسلام وبدأت أشكك في تعاليمه. ونصيحة لأي مسلم، لو قريت في التراث الإسلامي وخصوصا السنة النبوية هتترك الإسلام فورا. منها كتب بتدرس في الأزهر الشريف واللي طلع منه ناس كتير ومشايخ كتير تركوا الإسلام واعتنقوا المسيحية، كتب صعبة جدا على أي إنسان عقله وضميره صاحي، كمثل صحيح مسلم والبخاري وابن تيمية. الحقيقة بقول لك لو راجل اقرأ الكتب دي واستمر في الإسلام. لذلك أرى إن اللي بيدافع عن عدم تطوير أو تصحيح المفهوم الإسلامي أو المعتقدات الإسلامية أو الشبهات الإسلامية، واللي بيقول محدش يقلب في التراث، أنا أثق تماما إنه عارف كويس قوي إيه هو اللي في التراث، وعشان كده معيش يهدم الإسلام. لأنه كل اللي بيطلع ويقول من التنويريين أي كلام في الموضوع ده بيعتبروه إنه بيهد في الدين الإسلامي، وإنه تقريبا كافر زيه زي النصارى. أنا ما وصلتش للقناعة دي بين يوم وليلة، لكن لما بدأت أدخل في مناظرات بيني ما بين المسيحيين، وده عشان أثبت إن دينهم وعقيدتهم فاسدة، وإن الإسلام طبعا هو الدين الوحيد المقبول لدى الله، وإنه هو الدين الوحيد اللي على حق، وإني أطلع شبهات من الإنجيل بغزارة تخرسهم كمسيحيين، بدأ الموضوع ينقلب، بدأ السحر ينقلب على الساحر. الدراسة كانت عبارة عن إني أدخل في تحديات مع مسيحيين لإثبات صحة وعظمة الإسلام، وبعد الدراسة المكثفة للإنجيل وللدين المسيحي عشان أطلع لهم كل الشبهات اللي تخرسهم كمسيحيين وتظهر حقيقة عقيدتهم الفاسدة الهشة. في كل مناظرة كانت بيني ما بينهم، لقيت نفسي أعتنق المسيحية في يناير 2005. واتفاجأت عشان عندنا حرية تامة في مصر إن في 6 أبريل 2005 تم اعتقالي من قبل الأمن الوطني بتهمة تجديف ضد الإسلام ومهانته كدين سماوي، وإنه اتعمل لي جنحة بموجب المادة 98 من قانون العقوبات المصري. طبعا بعد التحقيق والتفحيص والتمحيص وصل لصدور الإفراج عني من قبل محكمة القاهرة 30 يوليو 2006. الحقيقة الموضوع ما وقفش لحد هنا، لكن الموضوع راح لأبعد ما يوصل له خيالك. مباحث أمن الدولة تجاهلت عمدا القرار، واتنقلت لأقصى درجات الحراسة المشددة، وترحلت لسجن وادي النطرون.
لكن بقوة رب المجد أخيرا تم إطلاق سراحي في 28 أبريل 2007، وانتقلت أنا بهاء الدين أحمد حسين العقاد، شيخ وإمام مسلم سني، من الظلام للنور. تركت الإسلام نهائيا واتعمدت وصرت مسيحي. الآن أنا مش مسيحي عادي، الآن أنا مسيحي ببشر باسمه وبعلن مجده للجميع. فمن شاول إلى بولس حولني يا قدير. عايز أسمع مبروك النعمة وعقبال كل المشتاقين، أمين يا رب. لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا، لتكون رعية واحدة لراع واحد. تأكدوا أن ربنا بيجمع شتات أولاده من كل بقعة في العالم، فتأكد أن الله يرى كل ما في قلبك، وربنا بيدعي ناس، لكن اللي بيدخل للعرس قليلين. أتمنى أن ربنا ياخدنا في ساعة ترضيه ويدخلنا إلى ملكوته. مبسوطة أني كنت معاكم، واوعي تنسوا تكتبوا طلبات الصلاة في التعليقات. ربنا يتمجد ويفرح قلوبكم بمعجزات بتستنوها، بمعجزات تفرح قلوبكم وتعوضكم كل السنين اللي أكلها الجراد. ما تنساش تاخد بركة كل الناس اللي هتسمع الفيديو بسببك. لايك للفيديو وشيره واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. من جوا 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 قلبي، من جوا جوا أعمق قلبي، يا رب كل وقت تسمعوني فيه أو ما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين فرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وأرزاقكم، أمين يا رب. يجعلها دايما أيام بخيتة ومبروك عليكم، على أولادكم وحبايبكم، يحل مشاكلكم ويفتح كل باب مغلق، أمين.